السلام عليكم، اهلا ومرحبا. جيبوا لنا الارجنتين. الشارع الجزائري حاليا يطالب بالارجنتين. لماذا؟ لانه فاز المنتخب الجزائري على منتخب هولندا المرشح لنيل كاس العالم. ايضا المنتخب الهولندي هو سابع العالم، المنتخب الجزائري مصنف 28 في العالم. استطاعت الجزائر ان توقف سلسله لا هزيمه ل 14 مباراه متتاليه للمنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي لم ينهزم منذ سنة 2023. عفوا، الجزائر أوقفت هذه السلسلة. أيضا الجزائر بطبيعة الحال دخلت بشكل شاحب جدا، لم يكن فيه تناغم ما بين وسط الميدان والدفاع، مما أدى إلى الكثير من التهديدات على حراسة المرمى. الشيء الملاحظ هو أنه المنتخب الهولندي لم يستغل الكرات التي الخاطئة من المنتخب الجزائري. الشكل الثاني أو الشيء الثاني أيضا الذي يجب أن نتكلم عليه هو أن الحارس الجزائري لوكا زيدان أقنع بشكل كبير ورهيب جدا في هذه المباراة. أعتقد بالنسبة لي بأن أفضل مباراة يقدمها ابن النجم والأسطورة زين الدين زيدان منذ مجيئه إلى الجزائر. أعتقد أنه الآن لا خوف على حراسة الميدان، لكن الشيء الذي يجب أن نخاف عليه هو الدفاع وكذلك وسط الميدان. عوار لم نره أبدا، كان شاحبا جدا، أداؤه كان سيئا جدا، وكذلك لم نرى مندي وكذلك بالغالبية الشكل أو عبادة عفوا بالشكل الجيد. أعتقد بأن بعض المناصب يجب أن تغير. في الشوط الثاني قدمنا أداء جميل جدا، أداء راقي. بدأنا نتحكم في زمام الأمور. طبعا لم نكن نضغط بشكل كبير، ولكن كنا أفضل بشكل كبير جدا من الشوط الأول. التغيير الأسماء، الشباب، روح شباب هي التي فازت في الأخير. الحاج موسى يجب أن نقف عند هذا الاسم الذي يجب أن يلعب أو أن يلعب أو أن يجب أن تقام عليه الخطط. يجب أن يتركب كل اللاعب على حاج موسى، لأنه فعلا كان سما قاتلا في دفاع الهولنديين. بطبيعة الحال سجل هدفا في ملعب يعرف تفاصيله بشكل جيد جدا. أعتقد بأن الزروقي عوار يجب أن يغير في المباراة الجاية ضد المنتخب البوليفي. طبيعة الحال مباراة المنتخب البوليفي ضد المنتخب البوليفي ستعطينا أكثر واقعية للتشكيلة التي سوف تدخل غمار مباريات مونديال كأس العالم 2026. بطبيعة الحال يجب أن لا نغتر بهذه النتيجة التي تبقى نتيجة إيجابية جدا، وحققنا المفاجأة في هولندا. لكن يجب أن لا نغتر، يجب أن نضع الأرجل على الأرض، وكذلك نستعد المباراة الثانية من منتخب البوليفيا، وبعدها ندخل غمار المونديال. أعتقد بأن المنتخب الجزائري حقق الأهم، ولكن يجب أن نراجع بعض المناصب وندخل بالشباب، وندخل ونعتمد على الشباب، لأنه هم المستقبل وكذلك هم الدافع الأكبر. ولاحظنا أنه بعض الأسماء لا تستحق أن تكون في التشكيلة الأساسية، ولا تستحق أنه تكون مع المنتخب الجزائري لمونديال 2026. أعتقد بأنه لو 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 هذه طبعا تبقى، لو استدعي بونجاح مثلا كنا سوف نشاهد أداء أفضل. لو رأينا مثلا بالناصر، لو رأينا بالليلي، لو رأينا مثلا بشير بلومي، كنا سنرى أداء آخر. أعتقد بأن المنتخب الجزائري بشكل عام حقق نتيجة إيجابية أمام منتخب كبير جدا. يجب أن لا نخفي هذا، ولكن أعتقد بأن بيتكوفيتش يجب أن يكون شجاعا وجريئا في المباراة أمام المنتخب البوليفي وكذلك منتخب الأرجنتين. وأعتقد أن هذا ما لدي لهذه المباراة، لكن برافو المنتخب الجزائري، وأتمنى بأن نحقق أو نقدم مباراة جميلة جدا مع المنتخب البوليفي، وبعدها ندخل غمار المونديال. كل مباراة نلعبها لوحدها، وإن شاء الله التوفيق. يلا، سؤال أخير: كيف شاهدتم مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الهولندي؟ كيف تقيمون الأداء؟ وماذا تعتقدون بأنه سوف تكون النتيجة ضد المنتخب البوليفي؟ يلا، السلام عليكم، شكرا.